في تو كونديشنز للالكتريستي او الكهرباء عندي عشان تبقى موجوده اصلا، صح؟ اول شرط يا صديقي لازم يكون في عندنا انرجي سورس او مصدر من مصادر الطاقه، وده لسبب منطقي، لان انت الالكتريستي اصلا تعتبر فورم اوف انرجي، واحده من الانرجي فورمز ولا لا؟ تمام؟ طب انا دلوقتي لو عايز اخلي الالكترونز تبتدي تطلع الكتريستي فلازم تتحرك من بوينت تو انذر بوينت، لان كلمه الكتريستي المينينج بتاعها هو الباسنج اوف الكترونز فروم وان بوينت تو انذر ايه؟ بوينت. ولما الالكترونز دي تتحرك بتبتدي تحول الكاينتيك انرجي انتو مين يا جماعه؟ الكتريك انرجي. طيب فلازم يكون عندي انرجي سورس او لازم يكون عندي باتري. ثاني حاجه لازم يكون في عندك كلوزد باس او كلوز سيركت، يعني لازم يكون الباسج او الطريق بتاع الالكترونز عندي من اولها لاخرها لازم يكون طريق مقفول. طيب عشان نجمع الكلام ده اكتر تعال نرسم باللون الاخضر فوق. انا دلوقتي ده كده الشرطه الكبيره والشرطه الصغيره دي كانت بطاريه، صح؟ الجزء الكبير ده هو البوزيتيف يعني الهاير انرجي، الجزء الصغير ده النيجاتيف يعني اللور في الانرجي. لما اعمل كده واعمل فيه سويتش هنا ممكن انور بيه اللمبه اقفل بيه اللمبه. تعال نعمل هنا لامب، تعال نقفل المنظر ده كده. طيب مبدئيا كده اللمبه دي فاصله ولا واصله؟ اكيد فاصله، دي مش بتنور. ليه؟ لان الكهرباء مش هتطلع لان السكه هنا مقطوعه. بالرغم ان اول كونديشن اتوفر الباتري موجوده والانرجي سورس موجوده، بس تاني واحد ما كانش موجود. الباص دوت مش كلوزد، الباص ده يا صديقي العزيز في حته هنا مقطوعه ولا لا؟ طب لو عايز تشغلها يا عم تمام اهي، هنقفل السويتش هنقفل الكي، هتبتدي الالكترونز بتاعتي تطلع هنا، تتحرك هنا، تتحرك هنا، صح؟ تعدي على اللمبه دي هنا تنور، تعدي هنا، تروح هنا، ترجع تاني هنا.